السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نصايب معكم الطريقه ديالي في الترقاد ديال الحامض، وكل وحده طريقتها. المهم انا نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كنت جربتها ونجحت معايا. اللي غادي نحتاجو طبعا هو الحامض البلدي بطبيعه الحال. غنحتاجو الملحه وقريعه معقمين. صافي، دابا الطريقه سهله جدا. اول حاجه الحامض، فاش تبغيو تغسلوه ضروري ما ترقدوه في الماء واحد الساعه بحال هكذا باش يطلق اي حاجه كاينه فيه، شي غبره شي تراب شي حاجه بحال هكا، وتحيدوا ليه هاد الرويس. نحيدوا هادي، انا راه حيدتهم شي وحدين، غير شي وحدين بقاو ليا بحال هكا. صافي، وكنبداو غنفلحوا الحامضه بحال هكا كيف كتشوفوا. نفلحوها، نهزو مليحه ونعمروها بملحه من الوسط بحال هكا، بحال هذا الشكل. كتعمروها مزيان بالملح. ونستمروا بنفس الطريقه، نفلحوا الثانيه. وهذا الحامض انا كنرقدو بلا ما، كندير فيه حتى قطره ديال الماء. الحامض براسو كيطلق الماء ديالو صافي. بهذا الشكل هذا، وكنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. نهزو قرعه معقبه من قبل وكندير فيها الحامض ديالي بهذه الطريقه. هو بدا كيطلق الماء كيف كتشوفوا. داك الملحه كتعاون باش انه يطلق الماء مزيان. غنزيد واحد الحامضه. والطريقه باش كنعقم انا هاد القرعه شي طريقه بسيطه، يعني كنسخن الماء طاي حتى كيطيب ليا مزيان، وبحال تقولوا كنشللو ديك القرعه، كنشلل القرعه بالماء طايب صافي. ما كنقلبوش في شي كاسرونه ونخليه يطبخ وهذا لا، غير كنشلل البواطات او القراعي ديالي بالماء طايب صافي. بهذه الطريقه كيكونوا كيتعقموا صافي. هذا دابا راه عمر، نزيد نضغطو شويه بهكا. غادي نشد حامضه ونعصرها، غادي نزيدها. وهذا ما غاديش نضيعوه، ندير ليه بحال هكا ونزيدو فوق هنا. نسيت محيت الهجاتي، ماشي مشكل. ولغد ليه غادي نلقاو بلي هاد الحامض هذا كاين في هاد البواط هادي، باقي لنا فين نزيدو شي حامضه ولا جوج. لغد ليه ثاني تقدروا تزيدوا حامضه اخرى ولا جوج حامضات على حساب نتوما البواطه فين درتو الحامض ديالكم. صافي، هذه غادي نسدها. هذه الطريقه نتمنى تعجبكم وتجربوها وتفيدكم. بالنسبه للقرعه الا خفتوها انها تطلق لكم اولا تخرج منها الماء، عليكم الا ديروا السلوفه من الفوق بحال دابا. هذه انا نقدر ملي نكون كنحركها تخرج لي شويه الماء، ندير لها السلوفه بحال هكا ونسد عليها مزيان صافي. مره ندير بحال هكا، نخليها في واحد البلاصه اللي مظلمه تحت البوطاجي ولا شي حاجه. نتوما الا كنتو اول مره غادي تجربوه، ملي تبداو تطلعوا عليه مره غادي يبقى يبان لكم بحال راه بدا كيخسر ولا شي حاجه. لا، راه ما كيخسرش، هكذا كيكون. حيت انا اول مره غادي نجربو كنطلع عليه كيبان لي بحال راه كيخسر، ولكن من بعد عرفت بلي راه ديك هي الطريقه ديالو حتى كيطيب، حتى كيولي اللون ديالو مارو، ما كيبقاش هذا اللون هذا، كيولي اللون ديالو مارو فونسي. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم وتجربوها وتنجح معكم. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.
دابا راه غدت ليه كيف كتشوفوا معايا زدت 2 حامضات، نتوما كتزيدوا 2 3 على حسب البوطه ديالكم، حيت الحامض اللي درنا البارح راه ما كيبقاش قاصح كما كان، لا كيرطب واحد شويه. صافي هنا كيف كتشوفوا راه تغطى ليا كامل بماء الحامض فقط، ما زدتش ليه الماء نهائيا. هذا هو الشكل ديالو. دابا ما عليا الا نغطيه ونخليه يوجد لي على